اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وحشتوني جدا جدا يا حلوين، ورجعنا لكم من جديد عشان نكمل قصتنا اللي بقلم الكاتبة المبدعة هايدي محمد. وما تنسوش تفرحوني بلايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان توصلكم كل حلقاتنا الجديدة. ويلا بينا بسرعة بقى ندخل جوه تفاصيل الحكاية ونقول بسم الله. وهمسة خرجت من أوضتها تقابل العريس وأهله. تعالي يا روح أمك، سلمي على طنط وأم أحمد. وهمسة بتسلم على أم رتيبة. أهلا يا طنط. أم رتيبة وهي بتحضنها وتخبط على ظهرها، أهلا يا أختي. وراحت همسة تسلم على ريحانة، ما شاء الله عليكي، عروسة قمر، الله أكبر. تعالي جنبي هنا يا حبيبتي. حاضر يا طنط. وقعدت جنبها. وانتي يا اختي وقعتي ابني ازاي؟ وابو همسة بيبص على ام همسة وبيرجع تاني بعينيه لام رتيبة وبعصبية خفيفة كده، والله يا حاجة ملناش في الكلام ده، فلو انتوا ليكوا يبقى مش كل الناس زي بعضها. وسامح بيحاول يلطف الجو، امي مش تقصد يعني، هي بتحب تهزر، معلش يا عمو. يوه يا اخويا ما تأخذنيش. ولا يهمك. قوليلي يا حبيبتي، صدرك ده نفخ ولا طبيعي؟ لا بقى يا حاجة كده كتير قوي. وسامح بعصبية، يا أمي ايه الكلام ده؟ وهمسة وهي بتضحك وبتغمز لأمها وتقول لها والله يا طنط لو حضرتك نفخ يبقى أنا كمان، وبعدين على ما أظن إن ابن حضرتك شافني قبل كده، لو مش عاجباه ما كانش جه، ولو جايين تتفرجوا وتتكلموا بكلام يقل من قيمتكم يبقى آسفين، العنوان غلط ولا كلام غلط يا أستاذ سامح. وسامح الغضب بيظهر على وشه وبيوطي على أمه ويبوس إيديها ويقول لها أبوس إيدك ما تتكلميش تاني يا أخويا، دي قليلة الأدب. وسامح بعصبية وصوت واطي أم رتيبة بخوف، حاضر. أنا آسف، بس يا عم حضرتك عارف ناس زمان، وعلى العموم يشرفنا إننا نناسب حضرتك وبنت حضرتك. والله يا ابني أنت إنسان كويس، بس عندك شقة؟ يا عمي شقة والدي الله يرحمه موجودة وكبيرة، 4 غرف وصالة وحمام ومطبخ، وأمي هتعيش معايا. على العموم ادينا مهلة نفكر ونرد عليك، بس يا ريت ما تتأخرش عليا في الرد، وانا جاهز لأي طلب تطلبه. سيبها لله، أسأل عليك واشوف الدنيا فيها ايه، والخير ربنا يقدمه. ونعم بالله. على العموم نستأذن احنا بقى، ما لسه بدري. بجد تشرفنا بمعرفتكم ونتمنى نكون نسايب. قول يا رب يا بنتي. والكل سلم على بعضه ومشي سامح وأمه وريحانة. وبعد ما مشيوا أبو همسة بيكلم والدتها وهي، ايه رأيك يا أم همسة؟ انتي أم جميلة. بصراحة الراجل ما يتعيبش وكويس، بس واضح ان أمه قرشانة. على نفسها يا خالته، ما تنسيش ان انا همسة. يا بنتي ده نسب العمر كله مش هزار. بصراحة يا ماما أنا شايفة إن هو كويس. شوفي يا بنتي، في الأول وفي الآخر القرار قرارك، وصلي صلاة استخارة وربنا يقدم اللي فيه الخير إن شاء الله يا بابا. بس يا لهوي دي مش طايقة نفسها، بلاش الجوازة دي يا بنتي، وعلى رأي المثل الحما حما وأم الزوج عرابة سامة. وأنا بصراحة مرتحتلهاش، حصلي واشوف وربنا يسهل. ونرجع لسامح. بقى كده ياما؟ كده ايه يا اخويا، بلاش اطمن، في حد يعمل كده؟ ربنا يستر ويوافقه. والله بعد اللي امي عملته يعني هيتفوا علينا. خير وبركة يا اخويا، واجوزك ست ستها، ستوتة بنت اختي حبيبتي. ستوتة ايه وبتنجان ايه؟ هي دي انسانة زينا؟ دي إنسانة جاهلة ومغرورة وفاكرة إن كل حاجة بالفلوس، وغير كل ده أخلاقها
فشر، دي ستوتة ست البنات، قمر 14، مش اللي بتقعولي فيهم انت واخوك، جاتكم خيبة. لو هتفضلي على كده يا امي يبقى هشوف لي شقة برا، ومش هدخلك في اي حاجة. وعلى ايه؟ انا مالي، تاكلوا بعض. طيب يا سامح، هنزل انا هنا علشان هروح. لا طبعا هوصلك، وبعدين ما يصحش تمشي لوحدك بالليل. يا اخويا بلانيلة، مين هيبصلها؟ ده لو عفريت هيتسرع منها. ليه كده بس؟ نعم يا اختي انت كمان. يمي خلاص بقى، كل حاجة أنا مش هتكلم أهو. ووصلوا تحت عند بيت ممدوح. اتفضلوا معايا بقى نتعشى مع بعض. بتوزعي من جيب أبوكي؟ ده خربني. الله يخليك يا أم أحمد، مرة تانية إن شاء الله. بس يا سامح والله ما ينفع، وغلاوة أحمد لا تنزلوا بقى. أم رتيبة بتلوي شفايفها وتقول: اللي يشوف كده إيه؟ البيت الشيف الشرشبيني، اسمه الشربيني يما. اهو كلنا اسامي. يلا يا اخويا ننزل بيت ابني. ونزلوا وطلعوا مع ريحانة. انت اللي اسمك ريحة، انت مفيش ذوق حتى كوباية مية؟ عيب كده يما. وبيكلم نفسه يقول: خايف منك على اللي جاي، اللي هتيجي تعيش معاكي دي، ربنا يستر بس ويوافقه. معلش كنت بغير للولد. المهم يا سامح، عروستك ما شاء الله قمر، وبين عليها تعرف ربنا. انت هتعملي نفسك يا اختي من العيلة وتتسيري معانا؟ قومي فزي جهزي العشاء. هي من العيلة ياما فعلا، وبلاش الاسلوب ده، علشان هي مش بترد تعملي كده، ويعدي اليوم ويجي يوم جديد وتليفون ريحانة بيرن. الو. ايوه يا بنتي، عاملة ايه؟ عايشة والسلام. ليه كده يا بنتي؟ ليه؟ علشان انتوا مش عاملين لي قيمة وسط اهل جوزي، وهمكوا الناس وبس، وانا اولع. ليه كده؟ كل حاجة عيشي لعيالك ولبيتك، وانا فين كياني وكرامتي واحترامي؟ فين كل ده لما انضرب واتهان واتذل منه هو وامه، وفي الاخر اجي اشتكي ليكم علشان تقفوا جنبي تبعوني وتقولوا لي عيشي علشان ولادك وبيتك؟ ابويا المفروض سندي وظهري بيكسرني وسايب الكل يذلني، وامي اللي المفروض تاخدني في حضنها وتقول ولادي محدش يأذيهم بتقولي وماله كلنا كده، وعمري بيتك علشان فلانة وعلانة ما تشمتش فيكي. انتوا ايه عايزين مني؟ ايه؟ انا مش عايزة حد، انا عايش لولادي، وهعتبر كل اللي حواليا مات، فاهمة؟ مات لانكم بتموتوني انا. وريحانة قفلت السكة وهي منهارة من العياط. ويعدي اسبوع على زيارة سامح لهمسة. يا همسة يا بنتي تعالي عايزك. تؤمر يا باشا. تعالي يا مغلباني. صليتي؟ ايوه يا بابا. وحاسة بايه؟ مرتاحة يا بابا من ناحيته. يعني موافقة؟ وهمسة بتحط وشها في الارض وبتحمر خدودها، وابو همسة بيضحك. ايه ده، انت زي البنات بتتكسفي. بس بقى يا بابا. وابو همسة قام وحضنها. والله كبرتي. بص يا همسة، لازم تعرفي ان هو عايش مع امه وممكن يحصل مشاكل. ما تخافش عليا يا بابا، ان شاء الله مش هجيب مشاكل. يا رب. انا هتصل بيه علشان نحدد ميعاد لكتب الكتاب. ايه ده، كتب كتاب على طول؟ يا بنتي خطوبة وداخل خارج وطالع كل شوية، لا كده احسن. وام همسة بتزغرط. الف نهار ابيض، اخيرا هخلص منك. شش بس اهو بيرن اهو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا ابني؟ الحمد لله. ازاي حضرتك يا عمي؟ الحمد لله. وانت والست الوالدة وام احمد؟ الكل بخير. المهم يا عمي طمني. شوف يا ابني، قبل اي حاجة انا اتشرفت بمعرفتك وانت زي ولادي، بس وسامح بيقطع كلامه وبيقول له: طيب يا عمي اديني فرصة تانية. طيب انتوا مش موافقين ليه؟ يا ابني سيبنا خلص كلامي. اتفضل. بس انا مش عندي خطوبة، كاتب كتاب على طول، وبعد 4 شهور الدخلة. موافق؟ وسامح وهو فرحان
موافق طبعا. ألف شكر يا عمي. طيب أنا هجيلكوا النهاردة علشان نتفق. يا ابني انت واقع كده ليه؟ لا مؤاخذة يا عمي، أصلي بحب بنتك. ما تلم نفسك يا أخي الله. معلش، من الفرحة يا عمي. طيب يوم الخميس الساعة 7 هنستناكم. وأنا لسه هستنى كل ده؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، انت حالتك صعبة أوي يا ابني. معلش بقى يا أبو نسب. طيب يلا سلام. سلام. وخرج لأمه رتيبة. يا أمي. خير يا ابني، في إيه؟ أخيرا وافقوا يما، وافقوا. مش عارفة زغرط. ولحد هنا تكون حلقتنا النهاردة خلصت، ويا رب تكون نالت إعجابكم. شجعوني بلايك قمر كده زي عيونكم، واللي ما اشتركش في القناة يفهمني مستني إيه، بس ده الاشتراك مجاني عندنا. وما تنسوش تفعلوا الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد. سلام يا حلوين.